يا مساء الهنا عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يسعد مساكم وصباحكم بكل خير يا رب العالمين. تعالوا بقى هنشوف النهاردة حاجة من حاجات الزمان. اللي كان البال فيه رايق وجميل ومنحملش هم حاجة خالص. تعالوا نشوف زمان كانوا بيعملوا الصيادية ازاي. الصيادية دي بتاعت جدتي الله يرحمها، كانت بتعملها لنا دايما في الشتاء، وتقول لا مفيش أكل سمك مشوي في الشتاء، السمك المشوي بيسقع، يعني مش بيدفي. قصدها يعني إنه بيبقى خفيف، وفعلا إحنا بنعمل السمك معظمه في الصيف مشوي لأنه بيبقى خفيف، مش زي المقلي بيبقى تقيل، وزي الصينية مثلا بيبقى تقيل. فكانت دايما تعمله لنا في قلب الشتاء وتقول ده اللي بيدفي، نعمل طول الشتاء سمك صيادية. تعالوا بقى نشوف صيادية زمان كانوا بيعملوها ازاي. طريقتها جميلة جدا جدا جدا، هتحبوها بخلطتها الجميلة ديت. وفعلا فعلا والله العظيم، ورز الصيادية بتاعها كمان مش قادرة أوصف لكم طعمه ايه. ده مش الرز البني اللي احنا متعودين عليه، لا ده رز خاص بالصيادية، يعني طعمه طعم الصيادية كمان اللي في الصينية. وعشان ما نقولش لحد لأ، في ناس كانوا خايفين ياكلوه من ولادي، وبيتهيأ لهم إن دي حاجة غريبة عليهم ومش حلوة زي السمك الصينية الخفيف اللي هم متعودين عليه. فأنا حبيت أقول لهم والله هتحبوه جدا. أنا بوريهولكوا اهوت من قلبه، في منتهى الجمال. تشيلي بقى من التخديعة بتاعت الصيادية دي، تحطي على السمك كده وشيلي وحطي على الرز بقى كده، واستمتعي بأحلى رز وسمك. وشوفي كده الدفى اللي انت هتبقي فيه بعديها. جميل جدا جدا جدا، مغذي جدا جدا، وسهل وطعم بطريقة رهيبة. ربنا يحلي قوتنا كلنا يا رب العالمين. بصوا انا بوريكم، انا اللي هاكل منه بقى، انا اللي هدوق منه. ولادي بصراحه لا احنا عايزين مشوي، لا احنا عايزين مقلي. فقلت ما اكسرش بخاطر حد، وجبر الخواطر على الله، نجبر بخاطرهم ونعمل مشوي ومقلي واعمل الصياديه عشان ما حدش يقول احنا ما بنحبهاش. تعالوا بقى معايا كده، انا طبعا عملت معاكم السمك كتير جدا جدا جدا. ونقول يا بركه الله، ونصلي على رسولنا الكريم، ونقول بسم الله، ونبدأ في ايه اكلتنا الجميله. طبعا انا عملت معاكم السمك قبل كده، سواء بلطي مشوي ومقلي، مكرونه وريتكم تتبيله المكرونه والخلطه بتاعتها اللي بتتعمل بره اللي بتحميها. عملنا الجمبري بكذا نوع، وعملته لكم شاورما جمبري كمان. واللي عايز يخش ويشوف الفيديو بتاع الجمبري يشوفه. طبعًا أنا مش هاعيد تاني التتبيلة والكلام ده كله، هي قدّامكم أهيّة. طبعًا معروفة، توم وكمون وكزبرة وملح، وبادُق معاه دايمًا، بافرُم معاه دايمًا قرن فلفل أحمر، سواء رومي سواء مشطشط اللي أنتم عايزينه. أهي التتبيلة جاهزة معايا طبعًا، عصرت عليها ليمونتين أو 3 كبار، بتبقى جاهزة بقى كده خلاص. ملح وكمون وكزبرة وليمون والفلفل اللي اتدق مع التوم. أنا باعمل له فتحات خارجية من برّه، وبرضه باحشيها من الخلطة ديّة. وباحط الدقيق عندي قدّامكم أهو، محطوط عليه كركم ومحطوط عليه كمون وكزبرة، نفس الخلطة. كل الحاجة اللي هتتعمل النهارده كلّها بكمون وكزبرة، مش هنحط حاجة أكتر من كده. طبعًا أنا السمك المقلي بتاعي أنتم عارفين إنه بيطلع لونه دهبي بسبب إيه؟ الكركم. الكركم مفيد جدًا وبندخّله في أكلات كتير. تعالوا بقى نعمل الرز الصيادية. رز الصيادية ده خطير، ده يتاكل لوحده، هو مش عايز حاجة جنبه. جميل جدًا، جدًا، جدًا. إحنا هنحمّر له بصلة زي بصلة السمك بالضبط، هنسيبها تبقى بُني برضه، بس هو مش هيطلع لكم رز بُني. هتشوفوا دلوقتي هو ليه ما طلعش رز بُني وإيه الإضافات اللي إحنا هنحطها عليه. أنا هاحمّره وهابتدي أعمل برضه على الشُعلة التانية على طول. الطبق ده مش ما فيهوش حاجة مش نضيفة، لأ، أنا كنت حاطاه فوق طبق الشبت، فهو لقط من طبق الشبت. قطّعت بصلاية لتخديعة السمك، هُم كانوا بيقولوا عليها تخديعة زمان أو تسبيكة. باحُط ملح بقى للبصل هنا، وباحُط له كمون وكزبرة كمان أهُم على بعض، ده اللي بتاع الرز. وهاسيب البصلة طبعًا، وأنا بالاحظ الاتنين مع بعض. دي هتبقى بُني،
وديت هتبقى متبلة يعني بتدبل وتدي لون صفار كده غامق شوية. دي بتاعت الايه تغذية السمك. برضو حطيت لها ملح اهوت، احط لها كمون وكزبرة برضو. احنا اتفقنا من اول توابلنا كلها ملح وكمون وكزبرة، مفيش حاجة اكتر من كده. وزودنا بس الكركم للدقيق عشان لون السمك يبقى حلو وفايدته برضو. بصوا اللون اهوت، هسيبه كمان يغمق عن كده شوية، وبرضو مش هيطلع بلون الرز العادي بتاع السمك البني خالص. انا عملته معاكم طبعا مرتين قبل كده، وهو عادي مفيهوش اي حاجة غريبة. انا خدت حتة من القرن الفلفل الاحمر اللي انا كنت دقاه مع التوم صحيحة، قطعتها كده مكعبات وحطيتها مع البصل، بتدي ريحة. دي فلفلة رومي على فكرة، مش فلفل احمر الوان، لا فلفلة رومي، تلاقيها حمرة كلها كده، وبيبقى فيها حرقان خفيف او بسيط. بس هنزل بقى بقعد الرز، انا لا هشوح رز ولا هصفي بصل ولا هعمل اي حاجه، كله في بعضه. وهتبصوا تلاقوا الرز طالع باللون في منتهى الجمال. انا ما بصفيش ميه الرز خالص، ولا اشيل البصله منه اللي هي البني ديت، ولا هتشوفوها اصلا في الرز خالص، وهيطلع مفلفل وكل حاجه. كده البصله بتاعتي جهزت خلاص اهيت، اصفرت اصفرار غامق بتاع التخديع اهي. هنزل عليها بالطماطم بتاعتي المضروبه في الخلاط ومتصفيه جميله اهيت، وما شاء الله عليها سمكها تقيل. طبعا الطماطم دلوقتي يا جماعه ب5 جنيه، فرصه اللي عايز يعمل اي حاجه بقى بطماطم يعمل اللي هو عايزه. ونخزن طماطم كمان، انا خزنتها معاكم السنه اللي فاتت، وان شاء الله نخزنها مع بعض السنه دي كمان باذن الله. حطيت كزبره، حبه كزبره حلوين كده. هقلبها بقى واسيبها تتسبك مع بعضها كده شويه لغايه ما تقصر كده وتديني اللون اللي انا عايزاه. بصوا اللون اللي انا عايزاه بقى اهي، ما بسيبهاش تقصر قوي زياده عن اللزوم، لا لونها بيبقى جميل. نزلت عليها بحزمه شبت، باخد الناعم بتاعه شبت بس، ولا بحط كزبره ولا بحط بقدونس. وخدت من التوم اللي انا ملحت بيه السمك، كنت حايشه جزء على جنب، خدت منه زي معلقه صغيره، حطيتها في قلب الصلصه بتاعتي مع الشبت ومع الكمون ومع البصل والكزبره. الله على الريحه بقى، شموا الريحه بقى كده معايا، تخيلوها. ما اوعوا تقولوا دي محشي، لا مش محشي خالص، لا لا مش هتديكوا ريحه المحشي، ما تقلقوش. هم كانوا بيعملوه بشبت بس، مفيش اكتر من كده، دي الصياديه الحقيقيه. وادي السمك بتاعي بيتقلب، بصوا لونه بقى، لونه جميل خالص خالص خالص. وادي الرز بتاعي. بصوا بقى انا هعمل ايه في الرز بتاع الصياديه بقى، ايه اللي بيختلف فيه؟ انا هنقل من خلطه التسبيكه بتاعه السمك حوالي 3 معالق او 4 معالق من التخديعه ديت في قلب ميه الرز. وهاخد برضو نص معلقه توم من خلطه الخلطه بتاعه السمك، طبعا اللي انا حيشاها على جنب اهي، هنزل بيها على ميه الرز. ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ هيبقى رز تحفة. هو حد يقول لي ده هيبقى رز محشي؟ لا مش رز محشي خالص، مش ريحة الرز المحشي خالص خالص خالص، مختلف تماما. هو كله صيادية في صيادية، الرز والسمك البلطي، لا طعم خرافي بصراحة. الله يرحمهم جميعا والله، يعني يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب. كانت حاجتهم جميلة جميلة جميلة، وكانوا بيعملوا حاجات والله من أبسط حاجة، وكانت بتطلع في منتهى الجمال ومغذية. وآدي نص فلفلاية تانية حمرة نزلت بيها، دي في آخر الرز خالص، بحطها كده على الوش مع حتة طماطم متقطعة. بس كده أنا رزي خد كفايته، خد ملحه وخد كزبرته وخد كمونه وخد تومه وخد كم معلقة التخديعة من بتاعة الصيادية، وبقى فيه بقى ريحة الصيادية كاملة. وهسيبه بقى يستوي، وههدي عليه واسيبه يستوي زي أي رز عادي. بكمل بقية السمك بتاعي أهوت، وخلاص خلصت بقى صلصتي على كده، فيها حيائها وفيها كل حاجتها. هنقل منها بقى في الصينية بتاعتي اللي هعمل فيها السمك أهو. بعمل لها فرشة تحت عشان أحط عليها السمك، عشان يبقى السمك متحوط من جميع النواحي بالتخديعة الجميلة دي، ريحتها الله عليها بصراحة جميلة جدا.
ده مختلف خالص عن السمك الصينية اللي إحنا بنعمله والحاجات الخفيفة والسنجاري والكلام ده خالص، ده حاجة ودي حاجة. بارحّب بيكم جميعًا حبايبي، بارحّب بكل اللي دخلوا لي في فيديو الفاصوليا، باقول لكم والله أنتم نوّرتوني كلّكم، و وأسعدتوني كلّكم بالكومنتات بتاعتكم، بارحّب بمشتركين الجداد، باقول لكم أنتم نوّرتوا قناة المِسك، أسعدتوني وربنا يسعد قلوبكم جميعًا يا رب العالمين، ويجعلها سَنة خير على العالم كلّه بأكمله يا رب. ما يبقاش في حروب في الدنيا وما يبقاش في أي شتات في أي مكان، وتهدى الأحوال يا رب، وربنا ينصر المسلمين دايمًا يا رب العالمين، ويبعد الظلم عن الناس كلها. بُصّوا بقى أنا حطيت السمك بتاعي رصيته، وبابتدي بقى إيه، أنزل عليه بالتسبيكة بتاعتي، هي هتدخله من جميع النواحي، ما تقلقوش، بس هيفضل لون يعني اللحم بتاعه من جوّه أبيض زي ما هو زي الشمع. هتشوفوه أديكم شفتوه معايا في أول الفيديو وأنا بافتح السمكة وباخد من الصلصة معاها وباحط على الرز وباكل. الرز ده لوحده ده حكاية لوحده ده الرز ده، والسمك والله سبحان الله مش أنا ولادي كانوا خايفين منه، اتساب المشوي واتساب المقلي وكله طلب من ده، لأ إحنا عايزين من ده بعد ما داقوه، كانوا خايفين يدوقوه. بعد ما داقوه، لأ إحنا عايزين من دوّة، اعمليه لنا على طول يا ماما، ده جميل أوي يا ماما، مع إنهم كبار ما هماش صغيرين، بس كانوا خايفين ما أعرفش ليه، إيه اللي مخوّفهم مش عارفة، إنها حاجة غريبة عليهم يعني وأول مرّة ياكلوا، وكل أمّا أقول لأ أنا هاعمل صيادية في الشتا، يعني إيه صيادية؟ يقولوا لي: "يعني إيه صيادية؟" اللي حطيت قرن فلفل كده يعني يكسر اللون بس يعني وبيدّي حرقان خفيف. آدي السمكتين المشويين أهُم، وآدي السمكتين المقليين أهُم بلونهم الجميل، ورُزّنا بقى هو طلع رُز خطير، 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 بُصّوا لونه بقى مش البني بتاعنا الغامق لأ، مدّي لون كده دهبي، تحس إنه لونه الدهبي الجميل دوّة مع الفلفل بقى ومع خلطة السمك طعمه خرافة. اهتموا أوي بالرز دوّة، والله يعني هو عايز يتاكل لوحده، هو مش محتاج أي حاجة، مش عايز السمك اللي جنبه. يا رب يكون عجبتكم الصيادية بتاعة الزمان وبتاعة جدتي الله يرحمها، جربوها هتحبوها جدًا، 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 وهتدعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم الطيبة إن شاء الله. أشوفكم على خير في فيديو تاني عِشنا إن شاء الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة حبايب قلبي.